السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا، وسلام خاص وحار لجميع المشاهدين والمتتبعين، وعودة جديدة إلى قناة أم صوفيا. اليوم إن شاء الله غادي نقوم بتحضير عجينة لتحضيرات رمضان الكريم المقبل. الله يدخلوا علينا بالصحة والراحة والرزق وبكل واحد ما تمنى لينا ولكم جميع المسلمين والمسلمات. وهاد العجينة بالنسبة لي سحرية، وإلا جربتوها غادي تشكروني عليها جدا. وفعلا نحضروا بها فطائر حلوة، فطائر مالحة، فعلا رائعة. ندوزو ان شاء الله المقادير. غادي نحتاجو 500 غرام ديال الدقيق الابيض الجيد من نوعية جيدة مغربل بالطبع، 100 غرام ديال جبن طبيعي او جبن كريمي. انا هنا عامله جبن ديال ماسكربون. تقدروا تعملوا الياغورت طبيعي او تعملوا جبن طبيعي. انا ما تنعرفش الجبن في المغرب بزاف الاسماء ديالهم، ولكن عارفه واحد سميتو جبلي، هذاك تيجي مزيان. وتقدروا تعملوا اي جبن طبيعي ابيض، ما كاينش مشكل. معلقه كبيره ديال الحليب غبره نيدو او 20 غرام، نص معلقه ديال خميره البيكن باودر او خميره الحلويات او 3.5 غرام، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه او 7 غرام، معلقه كبيره ديال السكر سنيده او 30 غرام، نصف كاس ديال الزيت، ماشي كاس العنبه، كاس صغير، نصف كاس او 65 مليلي، والماء الدافئ اللي غنجمعوا به العجين، الماء الكافي، نصف معلقه صغيره ديال الملح. ندوزو ان شاء الله للتحضير. بسم الله توكلنا على الله. اول حاجه درنا خدنا الاناء ديال العجانه الكهربائيه، عملنا فيها الدقيق. سمحوا لي قبيله ما وريتكمش، نص معلقه ديال الملح، نعملوا فيها السكر، الخميره الفوريه عفوا، بيكنج باودر، نعملوا الحليب، نعملوا الجبن صافي، ونعملوا الزيت ونبداو نخلطوا. نحاولوا نحلوا هذاك الجبن مزيان، نخلطوا مزيان. صافي، ونبداو نديرو في الماء. الماء الكافي اللي غيجمعها، وخاصها المهم في هادشي خاصها تدلك مزيان. من الاحسن تعمل، يقدر اللي بغى يعجنها بيديه يعجنها، ولكن هي بالعجانه صراحه تتجي هائله، فعلا هائله. ما نكتروش الماء. صافي، هذا هو القياس ديالها. ملي تجمع لينا هانتوما كتشوفوا ما قاصحاش وما جارياش، متوسطه. باقا ما مدلوكاش ورطبه، والله العظيم رطبه. الان انا غادا نعملها في العجانه تعجن ليا مزيان، خصها تعجن مزيان 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 مزيان، وعاد باش غنطلقاو من بعد.
الان هانتوما ملي تعجنات مزيان في العجانه الكهربائيه رطبه جدا جدا جدا. الان غادا ناخذوها ونعملوها. تقدو تعملوها في الاناء ديال العجانه الكهربائيه وتغطوها وتخليوها تخمر. انا غادا نعملها في هذا الاناء هذا، وغادا نغطيه وغادا نخليوها حتى تخمر لنا وتضاعف على 2 خطرات، ونتلاقاو باش نكملوا اللي باقي. بعد ما خمرت لينا العجين ديالنا، ها هي خمرت. هذا غير حيت عندي انا هذا الاناء غارق بزاف كتبان صغيره. خامره فعلا، خامره مزيان. هانتوما كي كتشوفوا، هانتوما شوفوا فيها دوك الفقاعات ناجحه 100%. فعلا رائعه، صدقوني رائعه. تعملوا بها المالح والحلو تيجيو كاع الفطائر والمعجنات تيجيو على مزيناتهم صراحه، بنينين ولذيذ بزاف. الان هذا هو الشكل النهائي ديال العجين ديالنا. فعلا عجينه سحريه هائله، صدقوني غتجربوها وما تقدروش تستغناو عليها من بعد. نعملوا بها الفطائر المالحه او الحلوه، حتى هي كتجي مزيانه وتجي هائله، فعلا هائله. نتمنى تعجبكم الوصفه تاع اليوم، وإلا عجبتكم ما عليكم الا تعملوا الاعجاب وتشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الوصفات، وبالصحه والراحه، والى وصفه جديده ان شاء الله.